تخيل بنروح علشان نلعب سوبر محلي في الامارات، ونبدا البطوله بفوز على سيراميكا 2-1 باداء زي الزفت وبهدفين ممتازين لطاهر محمد طاهر المجتهد جدا، واللي بقى ليه مكانه غاليه عند جمهور النادي الاهلي بسبب اجتهاده واخلاصه في الملعب. وبعد ما كسبت وخلاص هتلعب النهائي قصاد الزمالك، بتلاقي نفسك صاحي الصبح على خبر ولا اسوأ: محمود عبد المنعم كهربا مترحل من الامارات ومخصوم له مليون جنيه. وافتح بقى الباب للقيل والقال، وبعد كده نروح نلاعب الزمالك في مباراه فنيا افضل شويه، ولكن برضه على مستوى النتيجه زي الزفت، ما بتسجلش اهداف والمباراه 0-0، وبتروح تلعب ضربات ترجيح، والمره دي ضربات الترجيح تبتسم لك وتاخد السوبر. ترجع تبدا موسم جديد في الدوري، تكسب 5-2 في مباراة فنيا ممتازة قصاد سيراميكا كليوباترا الفريق القوي جدا اللي أحرجك في الإمارات، فتبدأ تقول جمهور الأهلي بدأ يشم نفسه. بعدها بتكسب العين في مباراة ملحمية على استاد القاهرة، الكل كان رائع فيها، إدارة وجمهور ولاعيبة وبنرات واحتفالات، وبتحصل على أول نسخة من بطولة القارات الثلاثة، وحاجة كده مزاجك عين. خلاص بقى هنمسك الطريق وندوس ونزود السرعة، فجأة تبص تلاقي مارسيل كولر راح جايب مارشدين وادالك الصدمة اللي هي يتعادل مع فاركو، يتعادل مع البنك، ويتعادل مع بيراميدز، ويتعادل مع الزمالك تاني.